بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله معانا فطاير بالجبنة باتيه اللي تحسبوه. المهم حاجة جميلة جدا وهنشرب بيها الشاي أو الشاي واللبن الصبح أو بعد العصر. هناخد معايا كوبايتين من اللبن وعليهم طبعا كوباية إلا ربع من الزيت وثلاث معالق لبن بودرة، وحط عليهم باكو خميرة فورية، وملعقة خميرة بيكنج باودر، وملعقة سكر، ونص ملعقة ملح صغير، واحط اقلبهم كويس خالص. وبعد كده احط 5 كوبايات من الدقيق. طبعا هسيبهم لمدة ساعة يخمروا براحتهم خالص. اكون جهزت انا قطعة من الجبنة الجريش او الجبنة الفيتا او اي جبنة انت تحبيها، واحط عليها قطعة من الزيتون الصغير، واقلبهم مع بعض كويس خالص واجهزهم. وبعد كده هبتدي احط حتة زيت على الرخامة وأفرد وأكور العجين قطعة قطعة للفرد عشان خاطر أعملها فطيرة، وبعد كده أقسمها وأحشيها بالجبنة والزيتون ده، وممكن نحشيها عجوة. كورت العجين قطع، حطيته في صينية مدهونة بالزيت، وبعد كده دهنت الرخامة بقطعة من الزيت، حبة زيت صغيرين، وهبتدي أفرد قطعة قطعة. طبعا اتفردت فطيرة مدورة، بتبقى بعد كده أقسمها بالسكينة 4، وبعد كده أقسمها 8 زي كده، هتبقى معاي مثلثات. هو ده المفروض بسكوت بالجبنة. بسكوت بالجبنة أنا بعمله بالطريقة دي دايما، وجميل جدا. بنشرب بالشاي أو الشاي واللبن الصبح للأولاد، وبعد العصر لما تكوني صاحية من النوم كده وعايزة تشربي حاجة، تاكلي حاجة مع الشاي، بيبقى جميل خالص. بحط قطعة من الجبنة، أنا قطعت حتة صغيرة من السكينة من الجنب عشان تتفرد معايا كويس، عشان تتلف كويس. وبقطع حتة من الطرف بتاعها اللي هو طرف المثلث. معايا قطعة قطعة كده اهو. هاخد بالسكينة كده، هشقها 2 3 زي ما انتي عايزة. بعد كده احط قطعة الجبنة او قطعة العجوة. احنا هنعمل ده النهاردة. طبعا هنا التقطيعة اللي انا بعملها دي بالسكينة كده على طرف المثلث بتدي شكل جميل جدا للعجين. باخد واحدة تانية واحط فيها قطعة جبنة والفها، وبتنيها زي الهلال كده اهو، زي بالظبط الملتو، زي شكل الملتو يعني. الموضوع سهل جدا، وكل حاجة من البيت، مش هتجيبي حاجة من بره. وانا هنا بدبس الحتة الطرف بتاع المثلث ده، بدبسه كويس خالص خالص بلزقه كويس خالص في العجينة عشان خاطر ما يفتحش انا بعد الخمور. طبعا هو خمر في الاول كويس. لما احطه على الصاج، على بال ما اخلص الصاج بيبتدي ايه يخمر يعني. بثبت الطرف كويس خالص وبعملها. ادي هنا عملنا جزء من، وادي هنا فردت فطيرة تاني، وبرضه هلفها لحد ما تخلص معايا قطعة الجبنة والزيتون اللي انا حطيتها في الطبق دي عشان اخلصها. وبعد كده اعمل الباقي بالعجوة. ما شاء الله طعمها رهيب، وهتطلع هشة وجميلة معاكي منتهى الجمال. ادي الصاج خلص، شكله رائع. هجيب عندي بيضة، عندي شوية لبن، اي حاجة هدهن بيها وش الفطاير دي. بدهنها، عندك سمسم، عندك حبة بركة، رش عليها من فوق حبة صغيرة. طبعا هيكون مولعين الفرن على 180 درجة او 170 درجة، وخلي بالك منه عشان ما يتلسعش من تحت في الصاج.
وعشان ما ينشفش برضه في نفس الوقت لازم يبقى هش وطري كده، ما يبقاش ناشف. واحطها في الفرن لمدة 10 دقايق ربع ساعة تلاقيها استوت. انا معي عجوة هنا من اللي هي بتاعت السيوة دي ولا ايه، فناشفة طبعا. فصصتها، طلعت منها البذر بتاعها. وعندي طاسة فيها شوية مية، سخنت المية وعلى مصفاية على البخار هحط العجوة دي فيها وهغطيها واسيبها لمدة 10 دقايق. الاقيها ساحت معايا على البخار كويس خالص. هطلعها واحطها في خلاط او في اي حاجة، او في كبة او اي حاجة عشان اهرسها بعد ما ساحت. شايفين بالمنظر ده. عملتها بالهاند بلندر كان اسرع. بعد كده احط لها ملعقة سمنة من البلدي، واحط لها رشة قرفة عشان تديها طعم وريحة حلوة. واهرسهم كلهم مع بعض كويس خالص، السمن مع القرفة مع العجوة، واقلبها كويس خالص كده اهو. طبعا هي الكلام ده كله هي وسخنة، مش هي وباردة، ما استناش لما تبرد. وبقت معايا عجوة جميلة بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. نفس العجينة هي هفردها، وبرضه هقسمها 4 تربع. بعد كده كل ربع هقسمه زي ما احنا شايفين كده اهو. بعد كده هجيب السكينة واقطع طرف العجينة اللي هو المثلث عشان يدي منظر حلو، واحط حتة من العجوة في العجينة والفها بالمنظر ده واحطها في الصاج، وهكذا لحديت الكمية كلها ما تخلص. موضوع سهل وجميل، بس بيبقى عندنا في البيت ريحة فطاير جميلة جدا. اللي عايز ياكل بالحلو بياكل، اللي عايز ياكل حادق بياكل، والاتنين بيتاكلوا مع الشاي، مفيش مشاكل. حاجة سهلة كده ما شاء الله. شايفين عملتها كلها مع بعض، عاملة زي الوردة طبعا، منظرها جميل. وهلف واحدة واحدة. اهم حاجة اثبت طرف العجينة مع بعض عشان خاطر ما تفكش مني بقى هي وبتخمر او هي في الفرن. حاجة بقت غالية دلوقتي، وكل حاجة بنشتريها من المخابز بالشيء الفلاني الكيلو بتاعها. فأنا لما أعمل نص كيلو دقيق في البيت بشوية عجوة أو بشوية جبنة فيتا، حاملة البيت مخبوزات وريحة جميلة، والأولاد هيفرحوا بيها، وحاجة نظيفة في نفس الوقت. وأكل بيتي، أكل بيتي جميل وموفر في الأسعار المولعة نار دلوقتي. شوفوا ما شاء الله، طلعت ده بسكوت الجبنة طبعا في الأول خالص جميل، محمر من فوق ومن تحت وطري جدا. طبعا هو سخن، شايفين الجبنة فيه، والبسكوتة هشة وجميلة وطرية ما شاء الله تفتح النفس. ده اللي بالجبنة، وده اللي بالعجوة نفس الكلام. شايفين شكل العجوة فيه ازاي جميلة وهشة. وبالهنا والشفا، ومتنسونيش في اللايك والشير. شكرا.